السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير، وإن شاء الله خواتي تكونوا في ألف صحة وألف عافية. جيت خوتي اليوم إن شاء الله عز وجل بطاجين هايل بزاف، طاجين معروف اللي هو طاجين الخوخ. راح نديروه بطريقة هايلة بزاف، طريقة سهلة وطريقة كما نقولوها حنا ماهوش راح يدي لنا كذلك كما نقولوها مواد بزاف، يعني راح يدي لنا شوية طرف غير تاع دجاج ونص رطل تاع كفتة فقط، وشوية حمص. نديرو بطريقة هايلة بزاف إن شاء الله. نبداو على بركة الله. أنا كنت خاوتي جبت معاكم بوبيطة هكذا تاع صغيرة، درت فيها 2 ملاعق زيت، ودرت فيها ملعقة تاع الزبدة. نربيو فيهم حبة بصل تكون متوسطة الحجم، نديرو سنة تاع ثوم، نديرو شوية دبشة، ونحطو خاوتي الدجاج تاعنا. نقليو المواد هذه هكذا مع بعضهم جيدا في البصلة هذيك حتى يتقلاو شوية واحد مدة 10 دقائق. ونبداو نتبلوهم، نديرو خاوتي شوية كزبر، نديرو كذلك شوية فلفل كحل، ولا عنده فلفل أبيض يدير فلفل أبيض. ونديرو على رأس المغرفة تاع قرفة، وكذلك على رأس المغرفة زنجبيل. وزنجبيل كما قلت الخوتي نستعملوه دايما في المرق الأبيض في صوص بلون، لأنه راح يعطي نكهة جيدة للصوص تاعنا. نغطيوهم خاوتي ومن بعد نوليو نديرو الإضافات اللي بقات. نديرو كنت أنا جبت الماء، ندير الماء تاعي. أنا كنت درت 2 كيسان ماء يكونوا دافيين. فوالا. كنت جبت أضفت كذلك في كاس تاع حمص، وشني الحمص هذا اللي عندي طايب. ونديرو شوية ملح ونخليهم يطيبوا جيدا. هنا خاوتي جبت نص رطل تاع كفتة، أضفت شوية دبشة، درت ملعقة فقط تاع بصل مرحية، ونديرو كذلك ملعقة صغيرة تاع ثوم، ونديرو صفار تاع بيضة، ونديرو ملعقة صغيرة تاع فلفل كحل، نديرو شوية كذلك ملح على حسب الرغبة. ونخلطوهم خاوتي الكفتة تاعنا، خلطوها جيدا باه نكربعوها إن شاء الله. نخلطوها جيدا حتى كما نقولوها تتماسك جيدا، وتخلط هذيك المواد اللي فيها خاوتي. ونبداو نكربعو الكفتة تاعنا بالطريقة هذه. كربعو خاوتي الكفتة تاعنا بالطريقة هذه، منديروهمش بولات كبار بزاف، نديرهم يكونوا متوسطين فقط، ولا نديرهم نقعدو نديرهم صغار فقط، ما نكبروش في الكفتة تاعنا، لأن راح يجي حشو فقط في البطاطا إن شاء الله. فوالا. نكربعوهم خاوتي بالطريقة هذه. انا كنت خاوتي كما راكم تشوفوا كربعت الكفتة تاعي الكل، نحطوها على جنب. نبداو نديرو في البطاطا تاعنا. كنت استعملت 4 حبات بطاطا يكونوا كبار شوية، اضفت لهم ملعقة فقط تاع فرماج الجبن ابيض كما نقولوا احنا. ونبداو نرحيو فيهم بالطريقة هذه خاوتي، وانتم ترحيوهم باي طريقة عندكم. تقدروا ترحيوهم في الروبو، تقدروا ترحيوهم في اي بالبرابيكسر ولا بالباتر. المهم كل واحد يرحيهم بالطريقة اللي تجيه سهلة واللي يخدم بها مستراح. كنت هنا أضفت خاوتي صفار بيضة فقط، نديرو رشة تاع ملح. أنا كنت البطاطا تاعي طيبتها في الماء والملح، ذقتها بانتي شوية مالحة ناقصة غير شوية، زدت لها غير رشة فقط. وانتم ذوقوا الملح تاعكم كما نقول لكم خاوتي، كما نقول الخاوتي دائما الملح يبقى على حسب الرغبة. أنا كنت درت نص ملعقة فقط تاع فرينة، ونص ملعقة تاع لاشابلير، راح يمدوا طعم هايل للبطاطا تاعنا، وراح تتجمل معنا البطاطا بكل سهولة، ماهيش راح تتحل كي نقليوها إن شاء الله. وهنوليو لاصوص تاعنا نديرو الكفتة هذيك الطيب. وكاين اللي حب يقليها، هي من الافضل انها تتقلى، نقليوها في الزيت والزبده. انا طيبتها هنا في لاصوص فقط، واللي حب يقليها تجي افضل، تجي الطعم تاعها افضل من بعد في البطاطا تاعنا. هنا كنت شفت الدجاج تاعي نحيته طاب كما يقولوا نحيوه، ونخليوه على جنب ان شاء الله نحمروه ونحطوه في الاخير في صحن التقديم.
كذلك انا وليت ثاني للكفتة تاعي بعد واحد النص ساعة هكذاك، لقيتها بلي طابت لي واحد 20 مينيت ولا اكثر شوية. نحيتها ونحطها على جنب، نحطها ان شاء الله كحشو في البطاطا تاعنا. نوليو خاوتي البطاطا تاعنا نشكلو التشكيلة تاع الخوخ ان شاء الله تاع الطاجين تاعنا. انا كنت جبت بياض بيضتين، هذاك اللي كنت نحيته من الصفار في البيضات الاولين اللي كنت استعملته في البطاطا وفي الكفتة. نديرو البطاطا نطرحها بالطريقة هذه، نحطو حبة الكفتة كيما راكم تشوفوا هكذا خوتي، ونحاولوا نجملوها جيدا، ما نخليوش الفراغ هذاك باه ما تسحلناش من بعد كي نعودو نقدو فيها. مرغدوها خوتي في الاول في الفرينة، ومن بعد نبديو نمرغدوها كذلك في البيض تاعنا، وفي الاخير نديروها في لاشابلير. فوالا، ونحاولوا نديروا الشكل تاع الخوخ تاعنا بالطريقة هذه باه نتحصلوا على طاجين خوخ يكون هايل، ويكون عنده نظرة مليحة، وإن شاء الله خاوتي ديروه ينجح لكم بإذن الله عز وجل. ما تنسوناش فقط خاوتي كما نقول لكم دايما بالدعاء، ربي يحفظكم إن شاء الله. نديرو بالطريقة هذه، كنت درت معكم الحبة الدوزيام، ونحاولوا نديروا الشكل تاع الخوخ بالطريقة هذه. هو من بعد يعني كما نقولوها حقيقة يعني كي نقليوه راح يتغير نوعا ما الشكل تاعو، مهم راح نتحصلوا قد ما نقدروا على الشكل اللي نحوسوا عليه ان شاء الله. مهم كي تعودوا تقليوها فيه خوتي ما تعمروش المقلة بزاف بالزيت، كذلك كما نقولوها ما تزيدوش للنار بزاف، ديروها نار قليوها على نار تكون متوسطة، وخليوها يتحمر بشوي باه كما نقولوها ما تحلكمش الحبات تاع الخوخ تاعكم. فوالا، ونحركوهم غير بشويه باه ما يلزقوناش من التحت، بشويه هكذا خوتي باه ما يتحلوناش، ويبقى الشكل تاعهم كما درناه على شكل حبة الخوخ. ومن بعد نقلبوه للجهة السفلى باه نحمروه ان شاء الله، نتحصلوا على اللون يكون كما حبة الخوخ ان شاء الله. ان شاء الله خوتي ديروا الوصفة هذه، ان شاء الله تعجبكم بحول الله عز وجل. وصفة هايلة بزاف، وصفة ما شاء الله نديروها في المناسبات، نديروها في رمضان. ما تنسوناش خوتي بالمتابعة والضغط على زر الجرس بيلحقكم كل الوصفات تاعي ان شاء الله. انا معكم الشيف عبد الملك العلمي. ما تنسونيش خوتي من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.